وفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن مسلسل الدم الفاسد، وأخيرا تفاصيل جديدة ومعلومات حصرية حول المسلسل، وبهذا طبعا يكون قد اكتمل الكاست وأيضا يتم الإعلان عن موعد انطلاق التصوير. المسلسل رسميا كما تعلمون هو من بطولة أرتان سابان ودامنا سولماز طبعا ثنائي قوي جدا جدا، وحتى الكاست يعتبر من أقوى فرق عمل مسلسلات هذا الموسم الشتوي. يعني هناك مسلسلات كثيرة هذا الموسم، ولكن الدم الفاسد يعتبر فيه ممثلين كبار، ممثلين متمكنين، وكاست قوي جدا جدا. سأريكم صور جميع نجوم الممثلين وحتى شخصياتهم في المسلسل التي تم الإعلان عنها طبعا لحد الآن. بالنسبة لآخر المنضمين لكاست مسلسل الدم الفاسد، لدينا الممثلة ميرفي سيفين التي انضمت مؤخرا إلى الكاست، تجسد شخصية محامية المافيا اسمها ديفنا، وهي الصديقة المقربة لشخصية نازان التي طبعا ستجسدها النجمة داملا سولماز. كما أيضا تم الإعلان عن انضمام مجموعة من النجوم كما قلت، وهذه هي صور جميع أبطال وشخصيات رئيسية من مسلسل الدم الفاسد. وكما قلت بهذا اكتمل كاست المسلسل رسميا، وهذا بشكل مؤكد، وبالتالي فالتصوير سينطلق لأن بروفات قراءة السيناريو قد انطلقت وتم تحديد مواعيدها، وأيضا قاموا بالإعلان عن موعد مبدئي لانطلاق تصوير مسلسل الدم الفاسد، وسيكون يوم 15 من شهر يوليو الجاري، يعني تقريبا بعد يومين أو 3 أيام بالكثير سينطلق تصوير مسلسل الدم الفاسد الذي انتظرناه طبعا لمدة طويلة. فهذا المسلسل كان من المسلسلات التي يعني كان مخطط لها أن تعرض في الموسم الشتوي الماضي، ولكن بسبب الزحمة اللي كانت وبسبب المنافسة القوية، وشفتوا ريتنج أغلب المسلسلات في الأخير كيف أصبحت، كان هناك تراجع كبير طبعا في نسب المشاهدة، وأظن أنه كان هذا السبب اللي دفعهم يقوموا بتأجيل يعني العمل على مسلسل الدم الفاسد. نفس القرار الذي تموا أو أخذوه بالنسبة طبعا مثلا لمسلسل العبقري ومسلسلات أخرى، وأظن أنه قرار أكيد قرار حكيم وقرار ذكي جدا، لأن مسلسلات قوية كهذه وإنتاجات ضخمة كهذه تحتاج أن يتم عرضها في بداية الموسم، ويكون لها فرصة كاملة لتستطيع أن تثبت نفسها وتستطيع التنافس طبعا مع باقي المسلسلات. كمعلومات إضافية عن هذا المسلسل، وأيضا سأخبركم عن القصة في نهاية الفيديو. مسلسل الدم الفاسد هو رسميا من إنتاج شركة انتسي ميديا، والعرض سيكون لصالح قناة ناو تي في المعروفة سابقا طبعا بقناة فوكس. المسلسل سينطلق تصويره كما قلت هذا الأسبوع أو ربما بداية الأسبوع المقبل، وسيكون معه أكشن دراما على كوميديا، التشكيلة التي أعشقها شخصيا. بالنسبة للكتابة فهي لبارش أردرغان وإلكر أرسلان، أبرز أعمالهم معا لدينا مسلسل المنفى الأزرق، طبيب القرية، ومسلسل بوسكير اللي هو أيضا كان مسلسل أكشن. ثم بالنسبة للإخراج فهو لمحمد شتاي توسون، من أبرز أعماله مسلسل الرحمة، الثنائي العظيم، الصامتون، الذئب الوحيد، مسلسل رامو في موسمه الثاني، وأظن أيضا أنه عمل على الموسم الأول من مسلسل المتوحش. يعني جميع مسلسلاته تقريبا كلها مسلسلات أكشن، وبالتالي لدينا مخرج عنده خبرة في هذه النوعية من المسلسلات، وهذا أكيد سيكون إضافة قوية جدا في مسلسل الدم الفاسد. الآن نمر لقصة المسلسل. هذا المسلسل سيحكي قصة كارتال، وهي الشخصية التي سيجسدها أرتان سابان في المسلسل. كارتال هو مدير أمن لملهى ليلي، وفي نفس الوقت كان ضابط شرطة، وهو الآن ضابط شرطة متقاعد سيقع في مشكلة كبيرة مع عصابة مافيا. ده شيء طبعا نعشقه في هذا النوع من المسلسلات. كارتال لديه ابنان انتقلا للعيش معه بعد وفاة والدتهما بينما يتعامل كارتال طبعا مع مشكلته مع المافيا، سيواجه أيضا اختبار كونه أب لطفلين. وطبعا هنا ستجسد كما قلت في البداية أن دامنا سولماز ستجسد شخصية نازان، وهي ابنة رئيس المافيا اللي متورط معها كارتال. وشفنا طبعا الممثلة اللي انضمت حديثا ستكون محامية لهذه المافيا، وفي نفس الوقت الصديقة المقربة لشخصية نازان. صراحة متحمسة جدا جدا لهذا المسلسل، لأنه فيه كما قلت سيكون فيه أكشن، ولاحظت أن هذا الموسم
وهناك ليس غياب ولكن تقليل. لو كنتم تتذكرون مثلًا في أيام في الداخل وأيام مسلسل الحفرة مثلًا، في تلك الفترة كانت مسلسلات أكشن كثيرة لدرجة إن كنا نمل من هذا النوع وكنا نشتاق إن نشوف مسلسل اجتماعي أو مسلسل كوميدي. الآن صار العكس، الكل اتجه نحو المسلسلات الاجتماعية والدرامية لدرجة إنه أصبحنا نشتاق لهذا النوع من المسلسلات. لذلك شخصيًا متحمسة حتى كما قلت، وكما شفتم الكاست قوي جدًا، جدًا، وأكيد سيكون من أقوى مفاجآت هذا الموسم. صراحةً في يعني احتمال لو فشل هذا المسلسل سيكون أكبر خيبة أمل بالنسبة لي، لأنه أظن أن هذا يعني المسلسل فيه المكونات متكاملة مع بعضها البعض، وأظن أنهم يعني عندهم جميع الأسس وجميع الأشياء اللازمة لتحقيق ولإنجاح هذا المسلسل وإعطائنا طبعا يعني مسلسل قوي. بالإضافة أنه فيه كوميديا، من يكره الكوميديا في هذا النوع من المسلسلات، وأيضا عندنا دراما وعندنا أكشن وعندنا مافيا، فأكيد طبعا فيه رومانس أو فيه علاقة رومانسية أكيد ستكون بين أبطال المسلسل. هذا شيء واضح يعني بدون ما يتم يعني ذكره في القصة أو أي شيء. عموما كما قلت باختصار، كانت هذه جميع التفاصيل المعلنة لحد الآن عن مسلسل الدم الفاسد، في حال انضمام شخصيات إضافية أو مفاجئة أو هناك أخبار جديدة. يعني الآن مع انطلاق التصوير أكيد سيكون هناك الكثير من الأخبار الجديدة. وأيضا لو حابين أني أشارك معكم مثلا صور من الكواليس وأحداث مثل هذه الأشياء، لو حابينها طبعا مش ليس فقط للدم الأسود ولكن لجميع المسلسلات، ستجدون أيضا هذه الفيديوهات وكل الصور التي سيتم أكيد نشرها في الفترة المقبلة على حساباتي سواء على تليجرام أو على الانستغرام. الروابط ستكون طبعا تحت في صندوق الوصف، لأنه كما أخبرتكم في عدة من الفيديوهات الشهر المقبل يعني كحد أقصى سيكون فيه انطلاق تصوير مجموعة كبيرة من المسلسلات سواء الجديدة أو التي ستعود بمواسم جديدة. فأكيد سيكون هناك يعني محتوى كبير جدا بالنسبة للناس اللي عشاق هذا النوع من يعني أحداث الكواليس وكل هذا. وأكيد أيضا حتى الدراما والأخبار ستكون متوفرة أكثر في الفترة المقبلة. عموما باختصار كانت هذه كما قلت جميع تفاصيل مسلسل الدم الفاسد. شاركونا رأيكم بكاست المسلسل، أكيد رأيكم بالقصة، درجة حماسكم لهذا النوع من المسلسلات. هل تفكرون في مشاهدته أم لا؟ وهل تتوقعون أنه سينجح أم لا؟ ومرة أخرى لا تنسوا أنكم تخلوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة. تحياتنا تركي دزي، إلى اللقاء في فيديو جديد.